خدي عبد التوابي الولد دي. ايه دي يا ام جميل؟ ومالك مبستراها كده ليه؟ الولد دي فيها عنوان ابو جميلة بالكامل واسمه، بس امان عليك ما تفتحها الا بعد ما اموت. طب ليه؟ انا مبقتش فاهم حاجه، ولا انت مش عايزه تفهميني؟ جميلة ابوها رفض حملها وهي بطني واتهمني بالخيانة وامر رجالته انهم يتخلصوا مني، وانا يعلم ربنا انها بنته من صلبه، وانا لو ظهرت وجوزي عرف اني عايشة هيقتل مرسي الراجل الشهم اللي نجاني. ولو هتتم جميلك عليا هتاخد جميلة وتحلل لها من ابوها وتثبت نسبها، وانا متأكدة ان ربنا مش هيسيبها لوحدها. يا ابويا، معقول حسام بيه هيذبح كل الخرفان دي؟ يا جدع سيبه في اللي هو فيه، قلبه محروق على الست اسراء الله يرحمها، واللي بيعمله ده بيخفف عنه. وبعدين انت هتكره الخير للناس ليه؟ برضه يا ام جميله نزلت الشغل وانت تعبانه؟ هو انت مش شايفه حالك؟ ماله حالي طالما واقفة على رجلي لازم استغل كل دقيقة باقية من عمري علشان اعمل فلوس واسيبها الجميلة. مش بتقولي ان عبد التواب بيه اداكي فلوس؟ ايوه ساب لي 10,000 جنيه امبارح وقال لي لما تخلصيهم هبعتلك زيهم. يبقى لزومها ايه نزولك الشغل طالما الفلوس موجوده؟ شلتهم على جنب مخليهم لجميلة. انا خلاص يا ام احمد كنت عند الدكتور امبارح وعرفت ان الاجل خلاص قرب. انا مش عارفه اقول لك ايه يا حسام يا ولدي، انا بجد تعبت. تعبت ليه يا يما؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ طول الليل قافل على نفسك الاوضه، واما يجي الفجر تخرج وتيجي تقضي اليوم كله هنا لحد ما حسيت اني بقيت غريبه عنك. معلش يا يما، ولدك جواه جبال من الالم. سبحان اللي موقف على رجليه ومخليه عايش. يا ولدي عمامك واخوالك ياما قتلوا ناس، والصعايدة أقرب حاجة ليهم السلاح، والموضوع ده متعودين عليه. أنا مش عارفة قلبك طالع خفيف لمين؟ طب قولي لي يما، اللي بيقتل مظلوم بيكمل حياته ازاي؟ ازاي بياكل وبيشرب وبينام على فرشته؟ ازاي بيتهنى بيومه وهو عارف ان ربنا غضبان عليه؟ ازاي بيكون عنده امل في بكره؟ ازاي؟ صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الفل يا ام جميله، نهارك زي العسل. علينا عليك يا رب. خد يا ام جميله. بس انا مش معايا فكرة خلاص يا والله. ام جميله. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه وانا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.